النهارده معانا دكتور سامر ريان، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب. يا أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور احمد، اخبارك ايه؟ هل متابعة الحمل ضرورية؟ دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها ما ينفعش حد حامل او سيده حامل ما تتابعش الحمل. يعني طب أقول لك حاجة، يعني لو هي حاسة إن الدنيا كلها زي الفل ومفيش أي مشاكل في الحمل لازم برضو تتابع؟ مش معنى ان هي شايفه بطنها بتكبر وان مامتها او حماتها بتقول لها يا بنتي انت كويسه اهو وبطنك بتكبر وحاسه بحركه العيل، الكلام ده مش صحيح، لازم تتابع. الكلام ده كان ممكن يحصل زمان على عمر السيدات القديمه قبل كده، وبيتابعوا وبيولدوا، كان بيحصل وفيات كتير ومش عارفين التشخيص ايه. ايا كان في عيلتنا حد ناس كتير جدا، والله انا كان عندي ستي مخلفه 9، والله مات 3 والباقي عايشين. ليه؟ والله ماتوا بعد ما اتولدوا على طول. ايه المشكله؟ مش عارف. ده اللي بقينا نجري وراه دلوقتي، بحث وليه حصل كده، والمتابعه والتشخيص. ده الفرق ما بين ان انا اروح لدكتور نسا وان حد يقول لي طب ما انا كنت بولد مع الدايه زمان، كنت بولد في البيت لوحدي من غير مشكله، ليه هروح لدكتور؟ يعني هي الفكره في كده. ده ساعد كتير ان معدل الوفيات بتاعه الاطفال تقل، معدل وفيات الطفل جوه بطن الام نفسها حتى قبل ما يتولد يقل. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعالجها وان احنا نتجنبها ونتفاداها طبعا، ونوصل بالام والجنين مع بعض لبر الامان زي ما بيقولوا. يعني إيه اللي ممكن تعمله في المتابعة؟ يعني إيه اللي ممكن يتعمل لها في المتابعة مع الدكتور؟ احنا بنقول متابعه الحمل بتبدا قبل ما الست تبقى حامل، لان في حاجات معينه بنصايح معينه بتتاخد، ادويه معينه ممكن اجهز جسم الام بيها قبل الحمل زي الفوليك اسيد او حمض الفوليك. ده مهم جدا عشان تشوهات الجنين، والصح انه يتاخد من الام وهي بلان انها تحمل على الاقل قبل كده بشهر. يعني هي واحده انا خلاص فكرت انا وزوجي ان احنا سيان هي اول الجواز او مخلفه اطفال قبل كده وشالت الوسيله او الكلام ده، انا عايزه احمل، اعمل ايه؟ فلازم من اول حاجه نبدا حمض الفوليك على الاقل بشهر. يعني اول زياره دي بيبقى فيها معلومات مهمه جدا وتعليمات مهمه جدا للام الحامل، وخصوصا برضو لو بكريه ان هي ما عندهاش اي خبرات قبل كده خالص في الحمل. ايه اللي المفروض اكله، ايه اللي المفروض ماكلوش، ايه اللي المفروض ادويه اخدها، ايه اللي لا. يعني مثلا جات لك النهارده بتقول لك إن أنا عملت تحاليل وطلعت حامل، إيه الدنيا؟ هتعمل إيه؟ يعني بنقول متابعه الحمل بتبدا قبل ما الست تبقى حامل، لان في حاجات معينه بنصايح معينه بتتاخد، ادويه معينه ممكن اجهز جسم الام بيها قبل الحمل زي الفوليك اسيد او حمض الفوليك. ده مهم جدا عشان تشوهات الجنين، والصح انه يتاخد من الام وهي بتبلان انها تحمل على الاقل قبل كده بشهر. يعني هي واحده انا خلاص فكرت انا وزوجي ان احنا سيان هي اول الجواز او مخلفه اطفال قبل كده وشالت الوسيله او الكلام ده، انا عايزه احمل، اعمل ايه؟ فلازم من اول حاجه نبدا حمض الفوليك على الاقل بشهر. طيب هل التغذية للأم بتفرق يا دكتور سامر؟ طبعا بتفرق جامد مع الحوامل، لازم تبقى في تعليمات مهمه جدا تتقال، وزي ما قلنا في الحامل البكريه اللي هي اول مره، عشان ما تبقاش عندها اي خبره خالص في الحمل، مش عارفه متغيرات الحمل ايه، مش عارفه اكل ايه، اشرب ايه، إيه المفيد إيه المضر. فبنقول لها التعليمات دي كلها مع تحاليل مهمه جدا برضو بتتعمل في البوكينج فيزيت، اللي هي اول زياره المدام بتروح للدكتور النساء اول ما تعرف انها حامل. الاغذيه مهمه في حاجات معينه، في ممنوعات لازم ما تقربش منها، زي مثلا الكبده، وفي ناس كتير بتتفاجئ بالموضوع. المفاجاه دي بدات تقل شويه عشان السوشيال ميديا وعشان التعليمات وعشان الجروبات، الناس التصنيف بتاعنا بقى ازيد شويه. اول 3 شهور ممنوع طبعا عشان فيتامين ايه، بننبه عليها ان من اول الحمل تتعود ان هي تاكل اكتر من وجبات صغيره في الحجم بس كتير، يعني بننبه عليها 5 6 وجبات في اليوم مثلا، نقنقه بسيطه ايا كانت ايه، بس لازم يبقى فيه اكل باستمرار موجود. ايوه يعني لو الام اللي بتقول دايما لبنتها انت لازم تاكلي تاني وتالت ورابع عشان انت بتاكلي لنفسك وبتاكلي للابن او للبيبي، ده صح ولا غلط؟ بس بالعكس، ده بتدخلنا في مشكله كبيره جدا اسمها السمنه مع الحمل، ودي ليها اضرارها على الام وعلى الجنين. فلازم اقول لها الادويه الاغذيه المهمه اللي هتمدها بالفيتامينز وتساعد الانيميا انها ما تقعش، وتمدها بالكلام ده كله، وفي نفس الوقت ما تزودش وزن الام قوي وما تضرش البيبي. طب هل في اي اكلات ممنوعه فعلا؟ الاسماك، بعض الاسماك اللي فيها زئبق كتير، التونه، الماكريل، القرش، بس احنا طبعا القرش هنا يعني مش متداول عندنا، هو اللي بياكلنا هنا طبعا انما هو الشائع قوي الماكريل والتونه، وطبعا الفسيخ والرنجه ده يعني من الممنوعات. بقيه انواع السمك احنا كدكاتره النساء بنقول للستات يا ريت تاكلوا سمك، يا ريت تاكلوا مرتين 3 سمك عادي في الاسبوع. ليه؟ صحي جدا، مفيش زياده في الوزن قوي، الاوميجا 3 اللي هو بدل ما انا اخده تابلتس، انا بنحاول على قد ما اقدر ان المدام الحامل تاخد الحاجات دي من ناتشرال سورسز عن انها تاخدها من الادويه. طب هل في اي ادويه فعلا ممنوعه برضو في الحمل واوقاتها؟ طبعا في الادويه المهمه هي الفيتامينز، كل مرحله في الحمل ليها فيتامينز مهمه. من قبل الحمل واول 3 شهور مهم جدا جدا الفوليك اسيد، مهم جدا، حتى ساعات ممكن بنزود جرعته في الناس اللي عندها سكر، سيان كان سكر عادي او سكر مع الحمل، بس مع الحمل ده بيظهر متاخر شويه. بعد كده من الشهر الرابع بنحاول نزود بقى الحديد، الكالسيوم، ممكن نزود الاوميجا 3. في ادويه تانية بتتاخد للسيوله، ده في حاجات معينه لو حاله الام مشاكل حاله الام محتاجاها، الكلام ده كله. بس هو البيزك بتاعنا تبقى الحمض الفوليك اول 3 شهور
شهور حديد وكالسيوم من اول الشهر الرابع، وبنكمل عليهم لغايه الولاده، وبننصحها ان بعد الولاده كمان وهي بترضع تكمل على الاقل 6 شهور. طب يعني هل المتابعه بتبقى عباره عن فحوصات بس، وبتبقى كل قد ايه يعني؟ اول 3 شهور بيبقى المتابعه بتاعت السيده الحامل كل اسبوعين. ليه؟ بنتحمل نطمن على نمو الجنين، نمو الجنين ماشي مع ميعاد الدوره اللي قالتها لنا المدام ولا لا، النبض بتاع الجنين ظهر ولا لا. في اخر الشهر الثالث بنعمل الاول سونار رباعي الابعاد، بيبقى اسمه ستراكشرال انومالي، او بنطمن على العيوب الخلقيه اللي ممكن تظهر بدري، مثلا زي الطفل المنغولي، الطفل المنغولي داون سندروم. في حاجات تانية بتظهر في البدايه في الفور دي، زي الشفه الارنبيه، كليفت ليب، كليفت بالت، الحاجات بتاعت النيزل بون. كل الكلام دي دكاتره واساتذتنا وزمايلنا بتوع يعني دكاتره الاشعه بيوصوا ان احنا الكلام ده يكتشف بدري عن انه يكتشف متاخر. يعني هو بيشوف الشفه الارنبيه والكليفت ليب والكليفت بالت والنيزل بون والكلام ده كله بيشوفه احسن في الاول عن لما اعمل الفور دي في الخامس والسادس، والكلام ده كله بيبقى تحديدهم ليه اصعب شويه. فهم حتى بيقولوا لنا كده لو عايزين نطمن على الكلام ده نبعت بدري. بعد كده ممكن المتابعه الفتره بتاعتها تبعد شويه، تبقى مثلا كل 3 اسابيع او كل شهر لغايه ما نوصل للشهر الثامن، وكده بنرجع تاني زي ما ابتدينا كل اسبوعين في الشهر الثامن، في التاسع كل اسبوع. في متغيرات كتير ممكن تحصل، دي اللي ممكن تخليني اشوف اي حاجه في السونار او شكوى للعيانه تقولها في اثناء الكشف تخليني اخد قرار ان احنا نولد في اقرب وقت. وانا اتعرضت كتير قوي ان الام تيجي تقول لي مثلا وهي بتحكي الهيستوري ان الطفل وهي حامل فيه وصلت المتابعه مع دكتور النساء لحد الشهر الثامن، وفجاه قال لي لا اصبري احنا لازم نعمل عمليه دلوقتي، او نعمل الولاده دلوقتي، او تحصل الولاده دلوقتي. ايه انواع المشاكل اللي ممكن تحصل عشان تقول الام لازم خلاص نولد دلوقتي؟ في مشاكل مهمه بتكون ككومبليكيشن او كعواقب لحاله الام. يعني الام عندها ضغط او سكر، ممكن يبقى كنترول لطول الحمل ويجي في الاواخر يبقى ان كنترول، او ما بقناش قادرين نتحكم فيه. بيعمل ايه؟ بيأثر على البيبي. وخصوصا الضغط والسكر ده رعب بالنسبه لنا، بالنسبه لدكاتره النساء كلهم. ليه؟ لان ممكن يعمل حاجه اسمها sudden intrauterine fetal death. لا قدر الله الام تبقى نايمه حاسه بحركه البيبي زي الفل، تصحى تاني يوم مش حاسه حركه البيبي، سونار نبض البيبي توقف، ممكن ضغط عالي مره واحده، سكر عالي مره واحده، او نزل مره واحده فيعمل الكلام ده. يا اما في حالات تانية بتجيلنا مفيش مشكله خالص، ما عندهاش ضغط ولا عندها سكر ولا عندها غده، وحمل ماشي طبيعي جدا جدا جدا. المدام جايه لي في متابعه النهارده والله مش حاسه حركه البيبي من امبارح، نعمل سونار، النبض موجود بس الدوبلر او الدم اللي واصل للجنين من المشيمه متاثر جدا. ففي الحاله دي بنعمل حاجه اسمها سي تي جي او رسم نبض للجنين، لقينا فيه تغيرات معينه لا هنتدخل دلوقتي وما ننتظرش حاجه كده. طيب وصلنا بالسلامه، هنولد طبيعي ولا قيصري؟ دي الدايلما والخناقه في العالم كله. سؤال شائع قوي، هل فعلا الولاده القيصريه موضه؟ لا والله مش موضه. انا بيجي لي سيدات في العياده عندهم 60 سنه وانا باخد عندهم منهم تاريخ مرضي بلاقيهم والدين قيصريات. يعني القيصريه دي موجوده من فتره اهي، ومن زمان ممكن داخله مصر، مش يعني عندنا متاخر كمان عن بره، فهي مش موضه. لا ما هو القيصريه احنا بنقول عليها موضه فعلا، لان هي دلوقتي الام او البنت تقول لك انا عايزه اولد قيصري واريح دماغي بدل الطبيعي، ووجع وضغط وعذاب. طب ليه يعني ما القيصري احسن؟ هي الموضه يعني. هو دلوقتي فعلا العكس بقى هو الموضه؟ معلش يمكن انا قديم شويه. هو دلوقتي الموضه اللي طالعه الطبيعي، انا عايز اولد طبيعي، بغض النظر هم مش فاهمين ايه هي رحله الطبيعي، ايه اللي المفروض اعمله عشان اولد طبيعي. انا شفت حاجه فشبطت فيها، او انا سمعت حاجات كتير قوي عن مخاطر القيصريات فانا هتجنبها بغض النظر الباقي ايه. هنقول من وجهه نظر العلم طبيعي ولا قيصري الافضل؟ طول ما الدنيا ماشيه تمام مفيش اي عوائق في الجنين او الام احنا مع الطبيعي. بس في نقطه مهمه جدا، ما ينفعش الدكتور يبقى ماشي مع هوى المريض كمنفذ رغبات. طب ليه ما نمشيش على هوى المريض؟ عشان انت بتاخد فلوس؟ لا طبعا، ما هو الفراخ فلوس وخلاص، ما يعني مش كده. الدكاتره دلوقتي بقت بتنفذ رغبات المريض بغض النظر عن العواقب الطبيه وده بيعمل مشاكل. احنا في شغلنا في مصر لازم اهتم جدا بحاجه اسمها ميديكال ليجاليتي، او التامين القانوني والطبي للمريض وللطبيب. بنفهمها يعني ايه ولاده طبيعي، ايه رحله الطبيعي، يعني اسمها محاوله ولاده طبيعي. بنفهمها ان في السكه دي في عوامل خارجيه ممكن تخش علينا، لا بايدي ولا بايدك تغير رايي. يعني ما اقدرش اديكي ورقه بختم نسر مضمون ضمان ان انت هتولدي طبيعي. والله احنا بنولد طبيعي، نبض البيبي قل، عنق الرحم مثلا ما بيوسعش، وضع البيبي راسه اختلفت في الولاده. طب هتصرف ازاي؟ هنولد طبيعي، هضحي بالبيبي عشان تولد طبيعي؟ هل لو الطفل ما بيزيدش في الوزن، وانت اكيد بتتابع بالسونار وزن البيبي وحجمه، هل في وقت من الاوقات ممكن تتقبل ان الطفل ما يزيدش في الوزن؟ الطفل ليه معدل معين في الزياده وليه كيرف، يعني ما دام هو جوه الكيرف مفيش مشكله. كيرف الجروس كيرف بتاعه اكوردنج للجستيشنال ايج، او هو في كام. فما ينفعش بيبي يبقى مثلا في التاسع وزنه 800 جرام، مش منطقي. طبعا في عوامل تانية كتير، في الام نفسها حجمها قليل فطبيعي هتجيب بيبي حجمه قليل، لكن في ليميت ما اقدرش انزل عنه. ايوه بس الطبيعي ان الطفل لازم يكون بيزيد في المقاسات والوزن، صح كده؟ طبعا لو الوزن ثبت، يعني في السابع كنا كيلو، في الثامن
او بعد اسبوعين مثلا بعد الزياره الجايه كيلو، هنقرب مسافه مثلا ونشوف تاني كيلو، لا في مشكله. هنتابع بقى، نعمل الدوبلر نشوف نتاكد ان الدم واصل كويس للبيبي. ضغط الام في منتهى الاهميه، لان دي من اشهر الاسباب اللي بتخلي في انتراتراين جروث ريستريكشن، او اللي هو وزن البيبي يعني مش متناسب او حجمه مش متناسب مع العمر اللي هو فيه كحمل. طيب خلينا بقى نخلص من شق التوليد ونتكلم بقى في التخصص بتاع تاخر الانجاب. تمام. هقول لك مثال برضو عشان ده الحاجات الكتير اللي الناس تبقى عايزه تسمعها. لو جات لك ام او بنت، هنقول بنت، لو جات لك بنت جايه بتقول لك انا متزوجه ومتاخره في الانجاب وجايه اشوف الحل عند حضرتك، هتبدا معاها ازاي؟ ومن امتى تقول ان فعلا ده تاخر في الانجاب؟ ده سؤال مهم دلوقتي. طبعا كل السيدات بتيجي من زن الاهل او لسن الزواج المتاخر دلوقتي. يعني ممكن تلاقي البنات كلها بتتجوز 35 36، مش تاخر يعني، بس ده بالنسبه للي قبل كده لا، بيبقى في نسبه تاخر. فبتلاقي ام البنت شخصيا او الحمل اللي هي ام الزوج، يا جماعه اشوف لكم حته عيل، انتوا متجوزين بالكم شهر ربنا ما كرمش، الشهر الثاني ربنا ما كرمش. طبعا ده كلام خاطئ جدا. بييجوا يشتكوا، وفي ناس بتاخد منشطات للتبويض وبيحاولوا اكتر من مره، وممكن ناس تعمل اطفال انابيب بعد 6 شهور وحقن مجهري بعد فتره قليله جدا. طبعا ده كلام خاطئ. من امتى يروحوا للدكتور؟ اول ما تتجوز لازم تروح عشان يتعمل لها كونسلنج على كل الكلام ده. المفروض بعد سنه. ليها شروط. تاخر الحمل الاولي ده يعني ايه؟ يعني سيده متجوزه ما حصلش اي نوع من انواع الحمل ايا كانت نتيجته ايه. يعني اللي حملت وربنا ما قرطش وحصل اجهاض ده يعتبر حمل. ده كده الدنيا شغاله والتبويض شغال وحصل حمل وكان في كيس في الرحم وظهر بيبي ممكن، بس ربنا ما قرطش. دي مختلفه تماما عن مدام ما حصلش اختبار حمل موجب خالص. دي اللي اسمها تاخر حمل اولي. ليها شروط. ان يبقى الفتره من سنه زواج، دوره منتظمه، ما بنستخدمش اي وسيله من وسائل منع الحمل حتى لو كان الواقي الذكري. الزوج موجود بانتظام في ايام التبويض عشان يقدر يحصل يعني حمل. ما ينفعش مثلا واحده بتقول لي ان انا زوجي شغال مثلا في دوله بره وبيسافر مثلا شهرين وبيجي لي اجازه اسبوع، وانا بقالي دلوقتي دي 4 5 شهور متجوزه وما حصلش حمل. ما هو طبيعي ما يحصلش حمل، لان هو بالصدفه ممكن يجي كل اجازه في ايام مش ايام التبويض. اللي بيحصل ان في ناس بتستسهل او برضو بتمشي مع رغبه المريضه. طب تمام ندي تنشيط. بنشوف سيدات كتير جايه لنا البنت متجوزه عندها مثلا 24 25 سنه، جايه لي وهي عندها 28 سنه الدوره قطعت. نعمل مخزون بويضات خلصوا. ليه؟ محاولات تنشيط وبتفشل. ما انا ما دورتش على الاسباب، ما شخصتش الحاله صح، وفي الاخر بيطلع سبب من الزوج. بالظبط. فان انا اشخص تاخر انجاب الاولي زي ما احنا قلنا كده سنه بعلاقه منتظمه، بدوره منتظمه، بعدم استخدام اي موانع للحمل. طيب عدينا سنه دكتور وبرضه ما حصلش. اول حاجه بنعملها بعمل تحليل سائل منوي للمريض للزوج. انا دكتور نسا، بس اول حاجه لازم تتعمل تحليل سائل منوي للزوج. ليه؟ لان هو الزوج بالنسبه لنا تحليل سائل منوي تمام كويس، الحركه كويسه، مفيش تشوهات، مفيش اي حاجه، خلاص. حتى لو ظهر فيه حاجات بسيطه، طيب هنتوجه لدكتور الذكوره والعقم يبدا يعالج الموضوع، وانا بعمل الانفستيجيشنز والتحاليل بتاعتي مع الزوجه بحيث ان الاثنين يبقوا ماشيين بارل لبعض او ماشيين موازيين لبعض. ما عليكش حد وسهلك مع وقت ومجهود، وفي الاخر يبقى الطرف الثاني ايا كان في مشكله محتاجه تتعالج. تاخر حمل الثانوي اللي هو بقى قصه تاني، بقى اتنين متزوجين عندهم بيبي او اتنين وحصل قبل كده بس اخر بيبي ده بقى له سنتين وبنحاول من ساعتها مش عارفين، استخدمنا وسائل لا والله موقفه الوسيله. بنبدا بقى ندور برضه، بنبدا نفس البدايه من الزوج. طب وهل فعلا في عادات الزوج بيعملها ممكن تاثر على تاخر الانجاب؟ طبعا. يعني جاله ضغط، جاله سكر، مدخن، العادات زي التدخين زي الكحول زي الكلام ده كله ياثر طبعا، ياثر اللايف ستايل برضو والشغل والكلام ده والستريس العصبي ياثر طبعا، ياثر. فبنبتدي نفس البدايه، اطمنا من ناحيه الزوج، بنبدا نبص للزوجه، تحاليلها، تحاليل التبويض، مخزون التبويض، والله ممكن نعمل سونار نشوف فيه اكياس على المبايض، في بعد كده نعمل منظار رحمي ومنظار بطن، في التصاقات نتيجه ولادات قبل كده، التصاقات نتيجه التهابات مهبليه مزمنه ما كانتش بتتعالج، ونحاول ندور على السبب اللي عامل المشكله التاخر. برضه بنمسك ايدينا في قصه التنشيط شويه، بدل انا عارف ان الدنيا كلها تمام، التبويض تمام، ليه اديكي تنشيط؟ انت متابعه تبويضك تمام، اضيع عليكي فرصه ليه؟ ان ممكن بعد كده لو فشلنا نعمل حقن مجهري. في ناس بتروح حقن مجهري يقول لك والله نسبتك قلت يا مدام. ما هو الحقن المجهري ده نسبه نجاح، اطفال انابيب لها نسبه نجاح. كل ما تروح مخزون بويضاتك كويس كل ما نسبه النجاح في اطفال الانابيب او الحقن المجهري بتعلى. فبنتجه دلوقتي ان حاجات ادويه بتساعد على تحسين كواليتي الاوفم او البويضه اللي موجوده، تحسين التخصيب عن تنشيط التبويض، وبيدي تاثير جامد جدا وبيجيب نتائج جامده جدا من غير ما انا اخلي المدام تفقد عدد كبير جدا من البويضات كل دوره في لا شيء.